غير عادية. معكم فارس عوض، وهذه تحياتي لكم من كابينة التعليق. على أمل بأن تكون مواجهة ممتعة لكل الحاضرين والمتابعين. فريق برشلونة يواجه البي اس جي. ننتظر مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة كما هي العادة في مباريات كرة القدم. يحصل على المساندة في هذه اللحظات. وصلت إلى يايا توريه. تصويبة لم تكن بالقوة الكافية، والحارس كان في الموعد بالتالي. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة تحتسب إلى ضربة ركنية. هذه فرصة هدف. التصدي لم يبعد الخطورة بشكل كامل. يمكنهم تنفس الصعداء الآن. الكرة عن طريق جايو كوتشا. ضربة ركنية لبرشلونة. ثيو هرنانديز، وتبعد الكرة عن منطقة الخطورة. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. هالاند، الحكم يتدخل في هذه اللحظات ويحتسب ضربة حرة لمصلحة البي اس جي. بيلينغهام، إيرلينغ هالاند، عثمان ديمبلي، هالاند، مبابي، كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي، والضربة الأولى مبابي يفعلها. هدف يعطي الفريق التقدم ويشعل الأجواء. شوف اللقطة، شوف التصويبة اللي كانت في سقف المرمى، فاجأت الحارس واستقرت في الشباك. يستأنف اللعب من جديد، والآن البارسا تحت ضغط العودة في النتيجة. أمامنا 3 دقائق كوقت إضافي. لورينزو إنسيني، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. لورينزو إنسيني، حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. ابعاد الكرة من مكان الخطر، والكرة في المرمى. هدف التعادل يأتي من البارسا. هدف تعادل قاتل قبل نهاية الشوط الأول. التوقيت مهم جدا لأنه يجعلك تذهب بالتأكيد إلى غرفة الملابس وأنت في وضعية التعادل. أوراق كلا المدربين اختلفت الآن. بهذه الصورة صافرة نهاية الشوط الأول تنهي الأحداث في هذا الشوط. ضربة بداية الشوط الثاني من البي اس جي. مهم جدا قطع الكرة في هذا المكان. الدعم يأتي في هذه اللحظات. كرة التقدم الآن. يا رب على كرة في المرمى. ها هي إعادة الهدف الجميل مرة أخرى. شوف الإنهاء الممتاز، نشوف كيف تم وضع الكرة داخل الشباك رغم حجم الضغط الموجود في اللعبة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة 2-0. تقدم هجومي مع إمكانية تشكيل هجمة واحدة. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى.
كرة بحوزة بلان. بيلينغهام، ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. يفقدون السيطرة الآن. كرة بحوزة البي اس جي الآن. لم يتمكن من الحفاظ على الكرة. الآن نسمع أصوات الجماهير. دقائق قليلة تفصلنا عن النهاية، والفريق واضح أنه قريب من تحقيق الانتصار. المساندة تأتي من الزملاء. يا الله يا رباه، هدف في الدقائق الأخيرة، هدف يعزز التقدم ويجعل الفوز مسألة وقت لا أكثر. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي. نهاية المباراة إذا مشاهدينا، برشلونة هو المنتصر اليوم. أداء جيد اليوم، وعرف الفريق كيف يخرج بالانتصار من هذه المباراة. المدرب الجيد هو اللي يعرف كيف يخرج بالفوز في أي ظرف.